يا باشا العيش اهو، الفرن شغاله، اللي هم بيقولوا لك الاستاذه سعاد كل ما تيجي هي واي مدير اداره، هي واستاذ مصطفى ماسكين على طول ان ما بيشتغلش. وادي العيش بره اهو، واهو جوه في القايم. مش عارفين نعمل معاهم ايه. استاذ احمد البرج فضلت استاذه سعاد تفضل ان هي تكلمه على طول وتخليه يعمل لنا محضر ب 16000 جنيه. كل ما يجي مدير اداره هي استاذه سعاد خليه يعمل لنا محضر. واحمد كيلاني عمل لنا محضر بحوالي 36000 جنيه. قاعد اشكر انا في مديريه الجيزه وابص الاقيهم راحوا عايزين يذبحوني ويخلوا الفرن تقفل يا مدني يلغوا لي الترخيص بتاعي. مش عارف اعمل معاهم استاذ احمد. وسايبين ناس جنبينا هنا، معرفش سايبينها ليه، هوا سايبين ناس بتشتغل 24 ساعه. انا اول مره اشوف فرن مدعم بيشتغل بالليل وبالنهار بيبيع العيش سياحي. معرفش هم بقى ايه يعني، هم بيعملوا ايه عشان اعمل زيهم يعني. هل معاهم وسايط؟ هل في حاجه بيعملوها؟ انا مش عارف. ولكن المديريه مش شايفه الا انا، واداره الوراق برضو مش شايفه الا انا. 80 فرن في اداره الوراق وحوالي 8000 فرن في مديريه التأمين الجيزه. سايبين الناس كلها وماسكين حسن كاراتيه ليل ونهار ماسكني، مش عارف فيه ايه. انا ربنا هو اللي يقف معايا ان شاء الله. وربنا على ان الفرن دي بياكل منها كذا اسره، وعيالي بيتعلموا منها، وعيالي بينزلوا الفجر، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي يسلمني. هم ليل ونهار شغالين علينا، عايزين يقفلوا لنا الفرن باي طريقه. ده عيل في ثانوي عام علمي وشغال بيهوي عيش زي ما انتم شايفين. يعني ما اشتغلناش الصبح عشان استاذ عادل جاي لنا، راجل محترم استاذ عادل مدير الاداره، والراجل طلع على المعاش يعني. ولكن استاذه سعاد بقت بتركب العربيه زعلانه ان هو ما عمليش محضر، يعني عايزاني اشتغل ويعمل لي محضر كمان. وانا وعدت قلت له ان انا هشتغل يا استاذ عادل، واشتغلت الحمد لله. يعني ارفعوا اللي انتوا عاملينه علينا محضر بتاع محمد طارق ومبروك بتاع الوزاره ب 36000 ولا ب 40,000. دفع 57,000 جنيه انا عشان بدفع 11,000 ودفعت المحضر الشهر اللي فات. طب فرن عيش مدعم هتجيب الفلوس دي منين يعني؟ اضطريت ان انا الفلوس اللي انا كنت هجيب بيها حاجات لبنتي عشان الجهاز بتاعها اضطريت ان انا ادفعها. وبرضه هنا وبعدين الاقي الاستاذ احمد كيلاني المحضر بتاعي انا راح عامل لي محضر غلق وضرب وهمي. يعني بيعملوا لي اكبر حاجه. حتى المديريه اللي انا كنت المديريه بتذبحني وعايزه ان هي اي رغيف كده مكسر يحطه على جنب يعني ما تحطوش في الضبط. وادي الدقيق وادي الناس اللي شغاله معانا. هنعمل ايه تاني؟ هم عايزين يقفلوا لي الفرن وانا وهو ربنا واقف معايا وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي بيظلمني واللي بيجي عليا. سابوا 8000 فرن وشغالين عليا انا بس. سابوا الناس اللي عندها شوالة بطايق، وسابوا الناس اللي عندها مكن بيضربوه كل يوم بالثمان مكنات والاربع مكنات باللي ب 300,000 و400,000، وجايين لي انا اللي هو ايه ما بحصلش اي حاجه. يعني احنا 10 شكاير 15 شكاره 12 شكاره وشايلين ربع الحصه مني. مش عارف اقول ايه يعني، ما اقولش الا حسبي الله ونعم الوكيل. انا حسن سلطان بشتكي لربنا وللناس اللي هي بتسمعني. ربنا يرفع عننا الظلم. استاذ سعاد واستاذ مصطفى عايزين يقفلوا لي الفرن اللي هم تبع اداره الوراق. كل ما يجي حد ينزل او مدير جديد يمسك او رئيس رقابه يبقوا ليل ونهار شغالين ان هم بيشتكوا له عايزيننا نقفل، وهم داخلين الفرن لسه ما شافوش اي حاجه بيزعقوا معايا وبيعملوا لي مشاكل.
ولكن النهارده الاستاذ عادل جه ربنا يبارك له، والراجل مشي على طول لما انا شغالين وكويسين. وهو بعد ما مشي انا شغال اهو، وما بشتغلش عشان هو جه، لا انا شغال بالفعل. وادي العيش، وفي عيش بره والعيش في القايم جوه. كان معكم حسن سلطان من عزبة المفتي وراء العرب، تبع مديرية تموين الجيزة، تبع محافظة الجيزة. السلام عليكم. ده ابن أنس في ثانوي عام علم، كابتن أنس. بنشغل عيالنا عشان نوفر جنيهين، يوم هم ياخدوا مننا بال70,000 و80,000، ومحضر ب200,000 و220,000. مش عارف هيودونا فين. عايزين نفضل مديونين طول عمرنا. يا سيادة الوزير، قرار 175 باطل. أنا بقول إن هو قرار ظالم. التموين بينفذوا على الناس الغلابة اللي هم زينا. في ناس تانية شغالة 24 ساعة، أنا مش عارف هم بيعملوا إيه. هو الفرن جنبي هنا 24 ساعة بيبيع العيش سياحي المدعم، بيبيعوا سياحي. كان مع واحد تاني بيبيعوا المطاعم. كان معكم حسن سلطان من عزبة المفتي وراء العرب، مديرية تموين الجيزة، محافظة الجيزة. حسن سلطان، السلام عليكم. وبصراحة أنا مش عارف أعمل إيه بصراحة مع المدام اللي هي مسكانة أستاذة سعاد، هي وأستاذ مصطفى. يعني أستاذ مصطفى سلط علينا بتوع الوزارة وخلاهم عملوا لي أنا محضر كبير، أكبر محضر في الوزارة، وناس تانية اتعمل لهم محضر خفيف. والدليل على كده ان هم ما دفعوش حتى ربع اللي انا دفعته، دفعوني محضر كبير. وكمان المديريه حاليا عامله لي محضر هيقفل لي شهرين اقل حاجه، وهيجيب لي حوالي 40,000 جنيه. مديريه تموين الجيزه، انا حسبي الله ونعم الوكيل. بدل ما يقفوا مع الناس الغلابه ويشوفوا الناس الظلمه اللي بيضربوا بطايق كتير، واللي بيبيعوا الدقيق، واللي بينخلوا الدقيق في الفران وبيطلعوه. وانا عمري ما هقول اسامي فران لان انا مش مؤذي، بس الحدق يفهم يعني. متسلطين عليا ليل ونهار، عايزين يقفلوا لي الفرن. حتى الناس اللي هم الظلمه اللي هم بتوع الفران اللي خاربين الدنيا بيعملوا بلاغات عليا على الواتس عشان المديريه تقلب عليا انا وتنتبه لنا وتسيبهم هم. ناس شغاله 24 ساعه سياحي، عيش مدعم بيتباع سياحه. يا سياده الوزير، الفرن جنبي هنا، انا عايز اعرف هو بيعمل ايه بالظبط عشان اعمل زيه. هو ليه مين عشان اعمل زيه؟ ومش هقول انا ما اعرفش، انا نفسي اعمل زي ما هو بيعمل. يعني ما حدش بيجي جنبه الا محاضر خفيفه كده عشان الشكل العام، وطول الليل شغال لغايه الصبح، النار والعه لغايه الساعه 3 بالليل. بيشتغل من الساعه 5 عشان يكون الموظفين مشت بتاع التموين والمباحث والكلام دوت. وما اعرفش هو مسلك امور بقى ازاي، مش عارفها انا دي. يلا حسبي الله ونعم الوكيل. كان معكم حسن سلطان من عزبة المفتي وراء العرب، جيزة.